السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في قناة يوميات مغتربة، وأسعدكم سعادة الدارين، وبارك فيكم وجعلكم مباركين أينما كنتم. اليوم بقدم لكم طريقة الحنيني أو فتة التمر. نص ملعقة أنا حطيت أول شي الطحين، ومع يمكن 3 ملاعق حليب بودرة وحبة سوداء، وحطيت نص ملعقة صغيرة باكن بودر، وملح وموية للعجن. الحليب البودر اختياري، تحطيه مع الموية أو مع الدقيق، هو الأحسن مع الموية. يحرك مثل الكيك تقريبا. معلش الفيديو هذه من الفيديوهات القديمة، ما كنت أعرف طريقة التصوير زين. إن شاء الله الأخطاء اللي كانت في الفيديوهات القديمة نتلاشاها في الفيديوهات الجديدة بإذن الله. وفي صعوبة لما الواحد يصور لحاله، يعني لنفسه. ما أدري إيش جاب اللقطة هذه. عادي الخلط بأي شيء، بس أنا أحب هذا المضرب اللي عندي، مع أنه خرب عليه بس أحس حلو. هن المدة الدهنية اختياري، أي شي، سمن، زيت، اللي عندك. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا كل شوي تجي هنا هنا. يساوى بالملعقة ويغطى حتى ينضج من تحت، وبعدين يتم قلب العجينة نفس الخبزة هذه. وفي طريقة ثانية أحسن من هذه، بس هذه للي مستعجل. العجين هذا نفسه تحطيه معها التمر وتدخليه الفرن زي الكيكة، أسهل بكثير. إن شاء الله أرجع أسويها. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله يسعدكم، لا تنسون اللايك والجرس التنبيه والاشتراك. الله يسعدكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا التمر حطيته مع في الفرامة في الكبة والخبز. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هنا حطيت زبدة وعلى النار. بعد العرك الحين هذا حطيت بس على السمن، لأنه في التمر في مادة السكر فيه، يعني مش السكر، الشيء الحلو هو التمر، وهذا السمن زيادة حطيت في الأخير مع القهوة مع كاسة حليب، مشبعة ومفيدة.
وحتى لو بردت باستطاعة الواحد يحطها في الميكروويف ترجع كأنها طازجة. هذه من ضمن أول تفريزات رمضان. عملت كشنة الشوربة والبيتزا والمكرونة. هنا فرمت البصل، شوحت على النار من دون زيت من دون أي شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. حطيت ملح، يمكن ملعقة كبيرة ملح خشن، ولا حطيت ماجي ولا زيت ولا شيء، لأن الشوربة أصلا ما يحتاج إن الواحد يحط لها زيت، والبيتزا كذلك. هذه المرحلة الثانية بعد البصل والثوم. بعد ما تشوحوا حطيت خلطت الطماط والفلفل الأحمر. وهذا المرحلة الثانية مع بنجر وفلفل والفلفل الأحمر وطماط. المرحلة هذه كمان حطيت مع الطماط والفلفل الكزبرة. الله يسعدكم جميعا سعادة الدارين، ويوفقنا وإياكم إلى كل ما يحب ويرضى. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. غطيت عليها تنضج، وبعدين خليتها تبرد وفرمتها من جديد. هو الأفضل في الخلاطة حق العصير، بس للأسف أنا خرب علي، فعادي مشيت حالي بهذه. ونفس الشي تكرار لين تخلص الكمية. الحين بعبيها في الأكياس. طبعا أنا كان على بالي عندي أكياس صغيرة، طلع الموجود بس الكبار، فدبرت نفسي. يا رب يا كريم يا رب. هذا قسمت الكيس نصفين، وعبيت ما شاء الله اللهم بارك، يمكن طلعوا 15 كيس.